تحياتي لعدة مستمعين ولعدة مستمعات على راديو أتير. لقي شاب روسي حتفه في هجوم سمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر، وفق ما أفادت به مصادر رسمية يوم الخميس. وأعلنت وزارة البيئة وقوع الهجوم من سمكة قرش من نوع النمر تايجر على أحد رواد الشاطئ، مما أدى إلى وفاته، وذلك في بيان على صفحتها الرسمية فيسبوك. وفي حين لم تحدد الوزارة تفاصيل بشأن الضحية، أكدت وسائل الإعلام في موسكو أن الروسي في العقد الثالث. ونقلت وكالة تاس عن القنصل الروسي في الغردقة قوله قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت المحلي، و12 دورا بتوقيت غرينتش. وقع الهجوم من سمكة قرش قبالة سواحل دريم بيتش وسط الغردقة، أدى إلى وفاة مواطن روسي هو إف إي بوبوف المولود عام 1999. وأشار الدبلوماسي إلى أن الضحية لم يكن سائحا بل مقيما دائما في مصر بدورها. حددت القنصلية العامة الروسية في مدينة الغردقة السائحين الروس في بيانها الذي نشرته على قناتها الرسمية في تطبيق تيليجرام على توخي الحذر عند الوجود في المياه والالتزام الصارم بأي حذر للسباحة تفرضه السلطات المحلية. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع شريط فيديو قالوا إنه ملتقط من ساحل الغردقة لدى وقوع الحادث. وتعليق الأنشطة المائية كذلك يظهر الشريط شخصا يصارع في عرض البحر قبل أن تطفو على سطح الماء قرب زعنف القرش الذي هاجمته، ويسمع في الخلفية صوت امرأة وهي تصرخ يا إلهي ماذا، مترافقا مع نداءات استغاثة من بعيد. وبعد لحظات اختفى القرش والرجل تحت الماء. وأكدت وزارة البيئة أن فرق مختصة قامت بصيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها، وذلك في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث، وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا. وأشارت إلى أنها ستسعى إلى تحديد الأسباب المحتملة للهجوم، مؤكدة تعليق كل الأنشطة المائية في المنطقة اليومين اعتبارا من الجمعة، وذلك في إطار البروتوكولات الدولية المطبقة. وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها. وأدى هجوم مماثل لسمكة قرش في يوليو تموز عام 2022 إلى وفاة سائحتين نمساويتين ورومانيتين.